سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بيتزا كما راكم تشوفوا، بنينه خفيفه تهبل. راح نبداو بالمقادير. عندنا كاس حليب دافي وكاس ماء دافي، وراح نديروا لهم مغرفه كبيره تاع خميره الكسره ومغرفه كبيره تاع السكر. نخلطوهم ونخلوهم يطلعوا مليح. من بعد ما تفوت 10 دقائق نزيدوا لها ربع الكاس تاع الزيت، ونبدا ندير في الفرينه بالتدريج. نديروا لها دوكا مغرفه نتاع الملح، ودوك نديروا مغرفه مش معمره مليح نتاع خميره الحلوى، نخلطوا بالموس باش ما تبقاش لازقه في اليد. كما راكم تشوفوا تولي عجينه طريه تتلاصق في اليد، لازم تلتصق في اليد. ونخلوها دوكا تريح. وراح نبداو بلا صوص. عندنا زوج طماطم ملاح، نديروا لهم 4 مغارف نتاع الزيت ومغرفه نتاع الثوم ولا 4 فصوص تاع ثوم، الملح، الفلفل العكري، والفلفل الأسود. من بعد ما خلطوهم مليح نطيبوهم، ونزيدو عليها مغرفة تاع طماطم باط، ونزيد نخلوها تختار مليح، ونزيدو لها نصف كاس نتاع الماء. الان رايحين نوجدوا العجينه. حليناها كما راكم تشوفوا غير باليد. نرشوا الفرينه جيدا ونفتحوا. نديروا لها لاصوص، ومن بعد نبدا ندير في الاجبان اللي كاينه متوفره في المنزل. عندي بولي فومي زدت حطيته يطلق البنه في البيتزا، جربوه تولي بيتزا كشغل كليتوها لبرا. الان هاي بعد ما طابت. ونسيت ما قلت لكمش البنات، عندكم لاستيوس تاع البيتزا باش تنجح، الفرن لازم يكون اعلى درجه وتكونوا فاتحينه قبل بساعه ما تبداو، وغير تحطوها طيب مام با 3 دقائق ماكسيموم راهي طابت. وزيدوا شوفوها من تحت كان حمارت معناتها سما راهي طابت. على قد ما تستعملوا جبن يكون من نوعيه جيده، على قد ما تجيكم بيتزا تاعكم ناجحه وبنينه كيما تاع البرا. كيما جوده هو احسن فرماج في لاباز يعني تاع البيتزا، باش يجيكم بذوق كيما تاع المحلات. كيما راكم تشوفوا جات بنينه خفيفه تهبل. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد.